بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهارده يا جماعه حاجه مهمه جدا، وانا لحد دلوقتي انا مستغرب بيها. يعني انت ما بتشتغلش بالمكن ده مثلا، بتشتغل فيه ليه او بتضر الناس ليه؟ اللي شايفين يا جماعه، اللي هوريكم حاجه دلوقتي، ده الموتوسيكل ده جاي لي اهون من عند واحد لا دين ولا ضمير، زي ما انتم شايفين كده مكسر القله بتاعه ضغط الزيت للحدافه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كسرها بسبب ايه بقى؟ بسبب ان الباشا ما عندوش العده، فاضطر اللي هو يفك الصاموله دي دق بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهو بيدق كسر القله بتاعه الزيت اللي بتدخل زيت للحدافه. يعني المكنه دي دايره والزيت مش داخل للحدافه بسبب الباشا اللي هو يعتبر ملوش فيها تمام. نبص هنا برضو مع بعض كاسر النجمة بتاعة الموتور. طبعا هو حد معروف يعني ما شاء الله. دي كاسر النجمة بالشكل اللي احنا شايفينه ده، دق على سن الحدافة بالشكل ده وكسر المكنة، وعدم المكنة من جوه كلها تقفيل غلط، زائد التكسيرات وزائد الحاجات اللي هو بوظها في الموتوسيكل. بلاش يا جماعه اي حد اللي احنا نروح ليه يكون ما عندوش الخبره او الكفاءه اللي هو يقدر يشتغل في محركات البلصر، لان يا جماعه الحاجات دي النهارده غاليه والحاجات مكلفه، وكل ده على الزبون. يعني النهارده كل الحاجات اللي متكسره، زائد ورق الدبراش اللي راكب صيني، وزائد الكسر اللي هو في النجمه، وزائد الكسر اللي هو في قله الزيت. يعني الحدافه دي شغاله من غير زيت. وبكده يا جماعه ده كان فيديو النهارده ليكم، ويمكن يكون فيديو توعيه ليكم علشان اللي انت ما تروحش لاي حد يلعب لك في المحرك وهو مش فاهم. يعني في ناس كتير يا جماعه مش فاهمه، ويعني الله حكايتهم والحمد لله بيعدموا حاجه الناس. يعني اللي متضرر في الاول والاخير هو العميل. طبعا زي ما احنا شفنا، احنا فاكين دلوقتي قدام بعض وشايفين الدق اللي على الحدافه، وبسبب حل الصاموله اللي ماسكه القله كسر القله. وبكده يا جماعه ده كان فيديو النهارده ليكم، ولو عجبكم الفيديو الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس.